مرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه ديالي بي فيمينين باي غزلان. هاد المره جبت لكم وصفه خاصه لتبييض الوجه وازاله النمش. هاد الوصفه تحت طلب ديال العديد من البنات وصديقات الصفحه ديالي، الصفحه الرسميه بي فيمينين باي غزلان على الفيسبوك. وانا ما غاديش نبخل عليكم، ومازال ان شاء الله غادي نعطيكم الجديد ونجيب لكم حوايج اخرين اللي تستافدوا منها كما تنستافد منها انا وكنجربها، واللي غتحتاجوا حتى نتوما الجمال ديال البشره ديالكم. نتمنى على انكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبتابوناو في لاشين ديالي باش هكا نقدر نزيد القدام ونقدر حتى انا نتشجع. نبداو على بركه الله. هاد الوصفه هذه فرانشمون خديتها على واحد دكتور معروف، ووصفته رائعه وهي مجربه، انا جربتها شخصيا كتعطي نتائج هائله ورائعه، وخصوصا النساء اللي كيعانيو من النمش، يعني اللي عندهم النمش هو ماشي كيتحيد يعني بطريقه سريعه وتتحيد ديفينيتيفمون، ولكن كيبدا ينقص بشويه بشويه الا تبعتوا هاد الوصفه بطبيعه الحال. وهاد النمش راه يعني عقده ديال العديد من السيدات وزعجهم بزاف، ونتمنى على ان هاد الوصفه توصلهم وتعجبهم ويجربوها ويعاودوا. الوصفه الطبيعيه راه ماشي غير هي من المره الاولى كتبين لكم ماشي النتيجه 100%، انما كتبين لكم الضوء، يعني كما كنقولوا حنا كيبان لك واش الوصفه راه دايره شي افيكاسيتي ولا لا. اول حاجه غادي نحتاجو معلقه ديال بودره الحليب، اي حليب مجفف عندكم. انا هنايا دايره عنده معلقه كبيره مع 4 المعالق ونص ديال الفجل البلدي. راه كلشي كيعرف الفجل البلدي، هذاك الفجل اللي كيكون مكور وكيركب صغيور، الفجل اللي كنديروه في الشلاضه، ولكن خاص الفجل البلدي. انا وقت ما كتسمح لي الظروف ونلقى الفجل البلدي كنديرها وغادي نديرها وغادي نبقى ديما متبعاها. قلنا معلقه ديال الحليب المجفف، 4 المعالق ونص ديال الفجل البلدي محكوك، ناخذ غير العصير ديالو، مع معلقه ديال بودره الحمص. بودره الحمص هي هذه انا عندي في القرعه هنايا، انا شريتها. الا ما زعما ما لقيتوهاش ولا ما لقيتوش تشريوها تقدروا تصوبوها في الدار. غتاخذوا الحمص هذه غادي تدكوه في المهراز، طبيعه الحال ما ديروش في المهراز ديال البلاستيك، خص يكون المهراز ديال النحاس باش يدك لكم. غتهرمجوا واحد شويه، ابخي غادي ديروه في مولينكس في الطحونه اللي كتطحن القهوه باش ما يتهزوش لكم السنان، حيت مولينكس العاديه غادي تحلف لكم السنان. الحمص شويه قاصح. غنخلطوا هاد العناصر هذه مزيان مع عصير واحد 2 معالق ديال الحامض ستروها، خذوا 2 معالق. انا مازال دابا ما غاديش ندير الوصفه لانني انا غير باش نصور لكم غنخلطها، ما غنديرهاش دابا الا ما نخلطهاش الاحسن. قلنا عصير ديال 2 معالق ديال عصير حامضه مع معلقه ديال بودره الحمص مع 4 معالق ونص ديال الفجل البلدي مع معلقه ديال بودره الحليب المجفف. غنخلطوا هادشي مزيان. قبل ما نديرو اي ماسك، نصيحه بالاحسن تغسلوا وجهكم، نطويو بواحد الكوماج دو، وعاد ديروا الماسك ديالكم باش يكونوا تحلوا لي بور وتستافدوا من الخلايا، يعني يتجددوا ويتستافد منه كل المنافع حتى الطبقه الثالثه ديال الجلد. تيولي على شكل كريم. اطاليوه على الوجه، بسوا به واحد 15 دقيقه، من بعد تمسحوه بماء الورد، ديروه بحال تفزقوا وجهكم حتى شويه بالماء ولا هذا، فركوه هكا، حيدوه بيديكم، ابخي مسحوه بماء الورد. انا كنستعمل هذا، خديته ب 15 درهم، ومني غيكمل لي هذا ملي غيسالي غنشري ديال ناتوري سوان ديال 35 درهم، احسن من هذا مزيان. انا جربته مزيان. من بعد غدهنوا بشي كريم هيدغاطونط، انا كندير هذه ديال فوريفا، بصراحه غزاله. هاد كريم بروبوليس غزاله كتعجبني، فيما كتسالي ليا كنعاود نشريها، ما كنقدرش نستغنى عليها، خصوصا في البرد. مزيان حتى البشره الدهنيه باش عجبتني انا، ماشي داك لا كريم اللي كيبقى باين وجه من قدام وداكشي، صح حتى البشره الدهنيه. بحال دابا انا في البرد كنديرها لوجهي وكنديرها لي فيرجيتور الا
زعما ما كيبقاوش كيتغطيو بيا مزيان. كندير هاد لا كريم بروبوليس كيتقسموا لي هاد البلايص هادو اللي كيتسناو الصباع بالبرد من تمايا كيتجرحوا ليا. هذه هي اللي كتنفعني رائعه جدا رائعه. كنتمنى من كل البنات على انهم يجربوها، والله العظيم الا رائعه، من احسن المنتوجات ديال فوريفر هاد لا كريم بروبوليس. زعما ماشي حتى بالنسبه للبنات اللي عندهم لاكني يغسلوا وجههم ويديروها كتنشف الحبوب وكيبقى الحبوب ملي كديريها الغدا كتنوض بالقشره. هذيك الحبه كتولي بالقشره، ولا لا نوض ليا شي حبه عامره كندير قطع عليها وكنخليها، وحيت شويه كنلقى داك الراس بحال تيذوب سبحان الله بحال شي حاجه صافي كتحيد داك الراس. من بعد الا بغيتو تزيدوا في الوصفه مازال ما سالاتش، نحكو بصله، ناخذوا الماء ديال البصله، زعما معلقه ديال الماء ديال البصله نديروها مع معلقه من الماء ديال البصله مع معلقه ديال خل التفاح. من الاحسن نشوفوا شي خل التفاح يكون من نوع جيد. انا هذا كنستعملو للشعر، كنشلل به شعري حيت عندي شعري دهني وكيطيح، كنشلو بخل التفاح. كنديرو لا عندكم لي فاريس دوك الدوالي، عندي واحد شويه في رجليا واحد الوحيده كندهنها. الا عندكم شي تصبغات ولا بحال راه شي خاله غادي تنوض وهي راه ما خاله حتى شي حاجه، مسحوها ديروا في خل التفاح ومسحوا هذيك البلاصه. وراه اونتي سيبتيك حتى هو، انا بعدا كيعجبني ما كنقدرش نستغنى عليه. بالنسبه بغيت عافاكم البنات نوضح لكم على الوصفه اللي كنت حطيت ديك النهار ديال الفاخر. بغيت نوضح لكم على انكم ما تقيسوش بها لي غاسين الجذور ديال شعركم، لانها دايره بحال لاكور تقدر تهز لكم الخلفه. وتقصحوا من الاحسن حطوها على المناطق اللي هي مستهدفه، المناطق اللي هي فيها لي بوان نوار بحال النيف بحال الجبهه. ما تقربوش للجذور نهائيا. وملي ينشف داك الكوماج بطبيعه الحال غديروا طبقه وجوج وثلاثه ديال الطبقات. منين ينشف غتقشروه من تحت الوجه ديالكم بحال هكا، تديروا البيل اوف ديالكم من تحت وانتم كتقشروا غيبان لكم لي بوان نوار بداو كيتهزوا. وقبل ما ديروا داك الماسك ولا قبل ما ديروا اي ماسك، من الاحسن البنات انكم ديروا واحد لانفيزيون. ديروا مثلا شي بول فيها الماء طايب وتزيدوا عليها الزعتر ولا ازير ولا الخزامه ولا النعناع، وديروا الفوطه على راسكم وتبقاو تهبطوا راسكم لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش يدخل معكم هذوك البخار وتحلوا المسامات. من بعد ديروا الكوماج ديالكم يا اما بالزيت البلديه والسكر، يا اما بشي كوماج دو عندكم كوماج كوتيديان اللي كديروا ولا ديال بنسي مدرسه. من بعد غتطبقوا هذيك الوصفه، والله العظيم الا كتعطي نتائج رائعه. تسناهم لي بونوار لمده ديال 15 يوم. وهاد الوصفه هذه راه فريمون كيستعملوها في لي كغون سونطر دو بونتي حتى هي، وكيديو عليها الفلوس بزاف بالثمن. هي عطاها لينا واحد الدكتور الله يجازيه بالخير، وكنشكروا من هذا المنبر، واستفدوا منها واستغلوها حتى نتوما. راه ما فيها شي حاجه كثيره، الفجل البلدي مع الحمص